مساء الخير. اهلا بيكي في حلقه من سينكاست. انا طبعا قبل ما نصور والحاجات دي كلها قلت لك ما شاء الله ما شاء الله فور يور ايج، يعني شكلك كواليفايد قوي 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 والسن صغير جدا، ف حقيقي هيوج ريسبكت لكل الحاجات الحلوه دي. ألف شكر. ويعني انا حابب لو تسمحي لي، بحب دايما ان حضرتك اللي تعرفي او الضيف اللي يعرف نفسه بالظبط، مش عشان حاجه اكتر من يعرف اللي هو عايز الناس، يعني what do you celebrate. أوكي. what I celebrate about myself يعني. yes. طيب على حسب اللي قدامي مين. يعني إجابتي هايل. بيبقى على حسب اللي قدامي عاوز يشوفني كإيه، عشان بقالي كتير فأخدت خبرات مختلفة، فبقيت بعرف أعمل حاجات متنوعة كتيرة. فوالله يعني في بعد الظهر باقوم بدور زوجة، في الصبح باقوم بدور كذا، مخرجة، producer، على حسب، خالة، فأحيانًا ليونس ابن اوكي. أختي، صديقة لأصدقائي whatever الدور اللي باقوم بيه في حياتي، بس هي مهنتي الأساسية هي الإخراج. اوكي. يعني أنا درست في معهد سينما وكنت من المحظوظين القليلين إن من وأنا عندي 13 سنة كنت عارفة إن أنا عاوزة لمّا أكبر أبقى مخرجة. يعني ما كنتش فاهمة أوي دور المخرج إيه، بس كنت فاهمة إن أنا عاوزة أبقى مخرجة وأعمل الحاجات أنا بابايا دكتور في معهد سينما، فكنت عاوزة اللي هو إيه، أنا عاوزة أبقى مخرجة بقى، ما هو قسم إخراج، أنا عاوزة أعمل الحاجات اللي هو يعني أبقى أعمل الأفلام اللي هو كان عاوز يعملها وما عملهاش. فبعدين وأنا عندي 16 سنة 15 سنة actually وأنا في المدرسة أخرجت أول فيلم ليّا. كنا بنحفظ وقتها vocabulary words في المدرسة. أنا كنت مدرسة الألسن، وكنا بنحفظ vocabulary words عشان الSAT والامتحانات دي، فكان في vocabulary words تقيلة كده بتطلع بتحفظها كده، اللي هي بتبقى في الessay إيه، هي بتضبط لك شكل الessay بون فاير ترمويل حاجات كده قعدنا serendipity. أنا فاكرة كلمتي كانت serendipity. كل حد فينا بياخد كلمة ويعمل عليها artistic project بقى، اللي يعمل عليها فيلم، اللي يرسم رسمة، بس حاجة تعبر عن الكلمة، فبحيث الكلاس كله كده لما نبقى مثلا 20 ولا 30 واحد في الكلاس كلنا هنحفظ الكلمات كلها. فأنا قلت هعمل عنها فيلم serendipity دي. فنزلت جبت الكاميرا ومش عارفة إيه وناس صحابي، وفاكرة وقتها قعد معايا واحد صاحبي قعد يشرح لي يعني إيه close up، يعني إيه long shot، يعني إيه، فبدأت آخد basics كده إيه إخراج بسيطة وبس. وبعدين عملت بقى ده أول فيلم ليّا، وبعدها كنت متحمسة أوي إني أنزل training بقى وأشوف إزاي أبقى مساعدة مخرج وأبقى شاطرة وأبقى بتاع لا، لا، لا. بس السيرنديبيتي طلع معناها ايه بقى؟ serendipity دي كلمة يعني عارف كده لمّا الواحد لأ، serendipity دي كانت كلمتي والّا chimerical؟ كيوميريكال؟ لا يا حد يجي chimerical لنا يا serendipity. ديكشنري والنبي. المهم كانوا الكلمتين دول، أنا فاكرة لإني اشتغلت على 2 projects، اوكي. بس كانت serendipity as in like الصُدف اللي مش صُدف اللي بتبقى في حياة البني آدم دي، عارف اللي هو أنت ما بتفهمش ده déjà vu والّا ده بجد والّا ده في حاجة والّا ده القدر والّا ده بيبقى في كده mix بين الواقع والروحانيات ما أنت مش فاهم هو إيه اللي خلّى الصُدفة دي تحصل، فاهم؟ فأنا فاكرة دي كانت كلمة، والكلمة التانية غالبًا كانت chimerical if I'm not wrong يعني. وكنت وقتها عاملة فكرة إن واحد بيتهيأ له حاجة هي مش حقيقية، بيتهيأ له حاجة وبتطلع حاجة تانية، فعملت فيلم قايم على الفكرة دي، وكان حسّان نعمة هو اللي بيمثل في الفيلم ده. اوكي. بس عاوزة أفتكر الكلمة والله، والله هافتكر كيوميريكال. الكلمة، غالبًا chimerical دي كانت كلمتي. المهم وقتها بقى بعدها بدأت أنزل training وحاجات، الكلام ده كان عندي 16 سنة، فعشان كده أنا بادئة بدري أوي، يعني بدأت ملف الصناعة السينمائية دي بدري، كنت بانزل بقى training في مشاريع وأفلام طلبة وفيلم، أول فيلم نزلته طويل ليّا كان مع أستاذ عمرو عرفة. كنت training فيه، وكان أستاذ فاضل الجرحي المُخرج المنفذ، اللي أنا يعني باحترمه جدًا، 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 ومن أكتر الناس اللي علموني يعني إيه أصول في الشغلانة. يعني وأنا باحس إن أنا محظوظة إني كنت من آخر جيل كده، اللي هو إيه، هُم فهموا يعني إيه أصول. دلوقتي كل الناس طالعة أنا جاية أشتغل النهارده، بُكرة مش فاضي، عاوزة آخد إجازة بعده، الناس بقت reluctant زيادة عن اللزوم في طريقة تعاملها في الشغل، ما أعرفش ليه، ده جيل، سِن، generation، مش فاهمة بالضبط، ومش هاشغل دماغي برضه ليه ده بيحصل، لإنه هو حصل وخلاص. عوامل خارجيه. بالضبط.
فبس فاقدر اقول لك ان انا مهنه ايه في الاساس مخرجه وبروديوسر اخر 4 سنين في حياتي. بدات اشتغل بروديوسر، كنت اشتغلت اعلانات وافلام قصيره، وفيلمي الطويل الاول كبروديوسر نزل في مهرجان القاهره مهم. الاسبوع الجاي وكده يعني. وعملت مسلسل مع نتفليكس مع استاذ امين المصري، اوكي. هو كان الاكزيكتيف بروديوسر وانا بروديوسر واو. تحتيه. ده نتفليكس كان قبل فاهيتا، وده اللي اتعرضت فيه بقى على خالد مرعي اللي هو جوزي دلوقتي. واو. شُفت جِبت لك ملف ده العيلة ده كلّه، إيه يعني مش رأيك؟ ممكن. والله ده احلى رسمه دي. طيب وفي كل الاتشيفمنتس اللي عماله تحصل دي، just plain and simple question، إمم، اللي كان عندها 15 سنه إمم. كانت مجمعنا او كان رايحه هناك، ولا هي اوتو بايلوت واللي حصل حصل؟ جزء من الحاجات auto pilot وجزء منها إن أنا عاوزة أبقى مُخرجة، أنا عندي حاجة معيّنة عاوزة أعملها. الدنيا بتلطّش طبعًا لإن أنت ما بتتولدش ببايبل كيف تصبح مُخرج، بالظبط. فبتقعد بقى ولا كيف تصبح مساعد مُخرج ولا يعني هي الدنيا اللي بتعلّم، مم. أكتر حاجة بتعلّم. يعني أنا باشوف كمان أكتر من الأكاديميات والجامعات والحاجات دي، هي الدنيا هي أكتر حاجة بتعلّم في الآخر. وطبعًا الدور الأكاديمي للدراسة هو دور مهم، بس دلوقتي في عصر الإنترنت والAI وكل حاجة، أي معلومة حد عاوز يعرفها هيلاقيها، لو دَوَر عليها هيلاقيها. يعني لو كتبت جوجل إزاي إيه هم أحجام اللقطات هتطلع لك، او إيه تشات جي مش بي تي عارف إيه، دلوقتي. أو ChatGPT بالضبط، ده يعمل لك الresearch ويبقى جاهز كمان صح. تضبّط فيه بس كلمتين كده والّا حاجة. يا ريتني كنت في عصر الChatGPT ده. صح. بس آآ اكيد بقى، يعني انا عندي 15 سنه وكنت عايز ابقى مخرج. إمم، النهارده انا مخرج وليا تقل. إمم، كلمه مخرج زي ما كنا كده بنفسر كلمه سيرنديبيتي، إمم. كان معناها ايه ساعتها؟ وهل المعنى ده اللي انت كنت فعلا شايفاه وفاهماه دلوقتي، ولا كان في فرق؟ هُم كانوا دايمًا يقولوا لي كلمة مُخرِج وأنا صغيرة، أبويا يقول لي: "مُخرِج عبارة عن وجهة نظر." وأنا كنت دايمًا باحس إن أنا باتفهّم الحاجات أوي، باتفهّم كل وجهات النظر أوي، فأنا مش فاهمة طَب هي فين وجهة النظر بتاعتي أنا؟ ما أنا متفهّمة الشرير باتفهّم هو ليه شرير معايا، وقتّال القُتلا باتفهّم ليه هو قتّال قُتلا، والشخص الكويس ليه هو كويس وكذا، والساذج ليه هو ساذج. أقصد آمم إني كان عندي سعة كده إني أتفهّم حاجات كتيرة حتى مؤذية ومفيدة ليّا، هي حاجة متهيأ لي هو من هنا بدأت أفكّر هو إيه المُخرِج ده؟ يعني إنه طَب أنا وجهة نظري إيه من كل اللي أنا باحكيه ده؟ وده بقى يودّينا لإيه، لأول فيلم عملته اللي هو كان مشروع تخرُّجي التسجيلي في المعهد اللي هو A Present from the Past، لإنه ده كان فيلم طويل، مفروض إنه فيلم تسجيلي بس اتحكى بشكل روائي، و وأنا كنت باحكي حدوتة عن أبويا، فأنا وجهة نظري فين؟ أنا ورا الكاميرا، وأنا مصوّرة كل حاجة بتحصل في الواقع، فبقى بالتجربة أهو زي ما باقول لك إن الواحد يعمل بيستفاد أكتر من إن الواحد يقرا أو، بس بالتجربة أنا فهمت يعني إيه أنا وجهة نظري اللي مطلّعة الفيلم ده في الآخر بالشكل ده، ده اللي حصل، أنا صوّرت كل حاجة حقيقية زي ما حصلت، بس المونتاج ده أنا ماشية ورا مين لاينات، أنا باحكي إزاي، باحكي إيه، ف فده كلّه اللي خلّاني اللي هو أحُط إنه أيوه هو المُخرِج فعلًا وجهة نظر، هو ده أساس المُخرِج. طبعًا الtechnicalities والمش عارفة إيه والstructure وكل الكلام ده حاجات كتيرة، بس أصل شُغلانة المُخرِج هي وجهة نظر وإزاي بيوصّلها للناس، أو يعني هو he has a point أو عاوز يوصّل point من حاجة معيّنة وإزاي هيوصّلها through بقى technicalities through structuring through مش عارفة his team through كل الحاجات التانية والعناصر التانية والcrew والcast وكل الحاجات دي، بس هي أصل الحاجات لو ما فيش وجهة نظر يبقى ما فيش حاجة ما فيش داعي تخرج. ودكتور مختار ساعدك في المشروع؟ لأ، ما يا دكتور أنا هاحكي لك عن المشروع ده، المشروع ده أنا كنت مصوّراه كلّه من غير ما هو يعرف، هو كان عنّه. بس ما اوكي. كنتش قايله له إني باعمل فيلم عنه، فقعدت أصوّره طول الوقت من غير ما هو يعرف كذا شهر يعني، وكنت باصوّره بالموبايل، بابايا كبير في السن، فهو ما يعني فكرة إن الموبايل تصوّر بيه فيلم كانت حاجة وقتها لسه الكلام ده ريفولوشن. كنا الكلام ده من 12 سنة مثلًا، إيه من إيه 12 إيه، حاجة كده، من 11 سنة، 2010. 2000 صح. 2013 كنت 2013 باصوّر سوري. الفيلم أيوه، اه. ف 11. أيوه 11 سَنة بالضبط، فكان وقتها اللي هو شايفني ماسكة موبايل بس مش فاهم إنّي باصوّر، وما حدّش أصلًا من اللي حواليّا كان مؤمن إنّي هاصوّر فيلم بموبايل، فيلم طويل ساعة ونُص نزل سينمات بموبايل!
فاهم؟ not only ده لمّا نزل في سينما زاوية عملوا عليه case study لإنه كان أنجح فيلم تسجيلي عندهم، فاللي هو كان بالنسبة لي أنا التجربة ما كنتش فاهمة يعني إيه توزيع، يعني سينما زاوية لمّا أخدوا الفيلم ونزّلوه عندهم، بعدين جُم ادّوني شيك قالوا لي خُدي ده أرباحِك من الفيلم، أرباح إيه؟ إيه ده! كمان هياخد أرباح! مش معقول، وكسب هو جايزة يعني إيه الفيلم. توزيع؟ كسب جوايز آه، واتعرض يعني آه، عمل feedback كويس أوي وقتها، وهو أنا باشوف إن الproject ده أقرب project لقلبي لإنه هو أول حاجة كده، يعني هو اللي إيه، رشّيت بيه مَيّة، وأكتر واحد يعني خلّاني أبُص جوايا أوي، يعني لإني كنت باصوّر نَفْسي وباصوّر أبويا طول الوقت، إمم، فلمّا قعدت في أوضة الmontage ب350 ساعة باتفرّج على نَفْسي وعلى أبويا وباحلّل بقى الشخصيات دي عشان أبدأ أبني سيناريو منها، حسّيت إنه إيه ده! أنا شخصية مكروهة على فكرة عشان 1، 2، 3 أنا ليه باعامل أبويا كده، أنا ليه قُلت كذا، فعارف وسّع لي رؤيتي للحاجات. فزي ما باقول لك كده هو وجهة النظر عبارة عن رؤية، أنا باشوف إن دي أحلى حاجة إمم، في الشغلانة اللي أنا باعملها. أوكي. وكنتِ قُلتِ لي قبل ما نبتدي إمم. على فكرة وجهات النظر دي، إن إمم. أنتِ الفيلم ده كان من وجهة نظرِك إمم. لقصتِك، إمم. اللي هو أنا مشخصن يعني ده أنا، إمم. بس you also shared إن لمّا جيتِ تعملي حاجة جديدة، كان على فكرة أنا ممكن آخُد حدوتة مش حدوتتي خالص أيوه. وأشخصنها. أيوه بالضبط. وده اللي اكتشفته بقى في آخر مثلًا إيه، من بعد فيلم صاحبتي اللي هو راح فينيس ده كان سنة 2022. كنت باصوّر فيلم قصيّر وكان بالنسبة لي اللي هو أنا باجرّب بقى إيه، أنا عملت فيلم طويل اللي هو present from the past ونجح أوي، وجيت أعمل فيلم قصيّر بعده حبيته أوي واتعلّمت فيه كتير، بس ك ك كoverall outcome of a project it was successful on my own terms مش on the audience terms أوي. ف فاتعلّمت إنه هو أنتِ ده medium القصيّر ده يا كوثر أنتِ لسه ما جرّبتيش تعملي قصيّر. إمم، وكان برضه based on a personal story الفيلم اللي عملته بعد A Present from the Past فلمّا جيت أعمل صاحبتي قُلت أنا عاوزة أختار حدوتة أنا ما ليش دعوة بيها خالص، حدوتة بعيدة عني، لا الشخصيات أنا، لا اللي بيحصل لهم أنا، لا أي حاجة أنا، عشان ما ابقاش طول الوقت trapped في جانب نفسي كده وأنا باعمل الأفلام، أنا باتآذى وباتعافى نفسيًا وباروح لدكتور وباعمل عشان أخلّص الفيلم. فجِبت حدوتة بتدور بين ولد وبنت صغيرين في السِن، وأنا مثلًا أنا بطبيعتي عمري ما كنت مثلًا مصاحبة حد من سِنّي، دايمًا عندي حتّة الage gaps دي بحُكم علاقتي بأبويا كمان، وف فقُلت أنا هاروح لعالم حدوتة كده 2 بيحبّوا بعض، لكن صغيّرين في السِن والاتنين من سِن بعض، فده بالنسبة لي حاجة جديدة، إمم. هو حاجة عادية لكل الناس، حاجة جديدة كانت عليّا. كان في شوية controversy الفيلم ده برضه. آه، آه، وبعدين عملت الفيلم وقعدت كان أحمد عصام السيد اللي بيكتبه، إمم، وقعدنا نشتغل عليه وبتاع خلص الفيلم وصوّرته وبتاع، وفجأة وأنا قاعدة في الmontage كان خالد مرعي بقى اللي بيمنتج، أوكي. فقال لي: "البت دي عاملة زيِّك أوي." ففجأة قُلت له: "إيه ده الله!" إيه ده؟ قال لي: "دي متحكمة زيِّك بالضبط." فقُلت إيه ده؟ فبعدين اللي هو بدأت آخد بالي أنا unintentionally حطيت نفسي برضه في الفيلم حتى لو الحدوتة مش حدوتتي. واو! بس how I guided the actress في الفيلم بمنطقها هي ليه متحكمة أوي في صاحبها كده، وعاوزة تعمل كل حاجة بالطريقة اللي هي عاوزاها، والليلة لمّا تبوظ مش عارفة إيه، وفي الآخر تحس إنها هي غرقت لإنها مش عارفة تتحكم في كل حاجة، ففكرة الcontrol ومش الcontrol فحسيت إيه ده واو! ما كنتش عارفة إن أنا ممكن أبقى في الفيلم، وبعدين لمّا عملت فيلم مقسوم، فيلم مقسوم ده قصة وسيناريو وحوار هيثم دبور. إمم، آآ وأنا كنت ما هو اللي كاتب القصة، يعني حتى أنا ما كنتش involved وهو بيكتبها في الأول، هي قصته في الأساس. فلمّا جيت قُلت لنفسي لأ بقى أنتِ هتعملي هتشتغلي والإخراج ده هيصبح شغلانة، مش حاجة بتعالجي بيها نفسِك بس، يعني هي شغلانة وأنتِ لازم to get it كده into a commercial loop يعني مش تفضلي كده أنتِ مع نفسِك بأفلامِك لوحدِك وتقعدي جنب الفيلم، يعني حسيت عاوزة take another route لفكرة الإخراج. لمّا جيت باعمل مقسوم كل الناس بقى قعدوا يقولوا لي الفيلم عن إيه، عن باند كانوا مش عارفة في التسعينات إيه، كل الكلام اللذيذ ده. وبعدين فجأة الفيلم خلص برضه ولقيت
شخصية في الفيلم كل الناس بتقولي ده انتي كمان 20 سنة صح؟ فاللي هو حسيت ده انتي ملبساها زيك وشعرها زيك ومش عارفة ايه زيك. فاللي هو حسيت ايه ده، هو فعلا unintentionally لقيت كاركتر في الفيلم بقى زيي، وكاركتر تاني بقى زي خالتي، كاركتر تالت بقى زي يعني مثلا حتى كاركتر شيرين رضا في الفيلم وعلاقتها بابوها، ده انا somehow بعلاقتي بابويا، فاهم؟ فعلا يعني اللي هو بتلاقي نفسك غصب عنك بتبقى في الافلام وانت مش ما تقصدش انا بعمل حدوته حد تاني بس بحكيها بوجهة نظري. فواضح ان الواحد لما بيجي يحكي حاجة بوجهة نظره غصب عنه بيحكيها بيحط كانه حاجة منه، حاجة من جواها. روحه بتبقى طالعة في الفيلم. بس انت قلتي حاجه من شويه كده، انا عايز معلش ارجع لها سنه، بس اي قلتي ان الاخراج كان بعالج بيه نفسي بس خلاص بقى مهنه. it was actually therapeutic. يعني انت بالنسبه لك انت كنت تتفرجي على حياتك عامله ازاي it helped you fix things you wanted to fix. هو انا بشوف ان art عامة overall whether إخراج سينمائي، رسم، غنى، موسيقى it is something very therapeutic. لأنه هو نوع من أنواع الفن، والفن هو عبارة عن إنسان بيعبر عن نفسه، فسموا الشيء ده فن، سموا الغنى ده فن، سموا اللي بيعزف آلة ده فن، لأنه كان بيعبر عن نفسه بإحساس معين وهو فوصلت لأن أصبحت في بيس معمولة سواء فيلم سواء أغنية سواء رسمة سواء كتاب أيا كان نوع الفن اللي بيتعمل ده، هو كان بيعبر بيه عن نفسه عشان يخرج حاجة من جواه وتهيل. يعني هو في حتة تطهر كده في الناس في الفنانين وهم بيشتغلوا على شغلهم بتبقى فيها حتة تطهر. فأنا كنت دايما في الأول وأنا بعمل A Present from the Past و About Separation، أفلام اللي هي بتاعتي الشخصية اللي بتدور حوالين حياتي أنا، كانت كنت أنا بس اللي ببقى جواها كده بحاسة بالحاجات وكده، وكنت بنبسط طبعا لما ناس تانية يحسوا نفس المشاعر دي. فلما جيت عملت فلما جيت قررت اللي هو زي ما بقول لك كده اللي هو لا انا عاوزه اخد الفن ده into a working route، مش مجرد انا ونفسي and I'm not getting any يعني revenues او حاجه، يعني اللي هو انا بعملها انا دي شغلانه بصحى الصبح اروح اشتغل. ف فوقتها اللي هو أدركت إنه كنت باحاول أحوّلها لشغلانة بس، وبعدين غصب عني لقيت لإنه it is at the end of the day ده فن، فجزء منك بيبقى محطوط فيه whether you like it or so not. you're being yourself في اللي آه. بنعمله وجوه اللي بنعمله وفي الشخصيات اللي بنطلعها. أيوه، يعني دلوقتي باشتغل على مسلسل لرمضان، وفي المسلسل أنا كل شوية أقول ومن طبقة اجتماعية تانية المسلسل، ومن عالم تاني، ومهنة غير مهنتي، يعني البنت بتشتغل كوافيرة اللي في يعني أقصد عالم تاني غير العالم اللي أنا الطبقة بتاعتي اللي أنا متعودة فيها يعني على مشاكلها وحواراتها، بس بالاقي نفسي unintentionally باحط حاجات ليها علاقة بيّا، وفي علاقة الحب بين كذا وكذا ليها علاقة بكذا، وعلاقة بين العيلة بكذا، وعلاقة ده بأمه يعني فاللي هو حاسة إنه الله في إيه بقى؟ فاهم اللي هو احنا لازم نبقى on camera by the way، وانا قلت لك ده قبل ما نبتدي والله العظيم ما شاء الله you have such a personality بتبقى يعني طاغية وقوية وحلوة وظاهرة زي ما انت بتقولي في الله في اللي يخليك. انت بتنتجيه. فانت جربتي تقفي قدام الكاميرا وقلتي لي تجربتك، ممكن تحكي لنا عنها؟ تجربتي قدام الكاميرا بُص أنا في الفيلم اللي هو الطويل اللي هيتعرض في مهرجان القاهرة اللي هو دخل الربيع يضحك، كنت بادئة الفيلم إنه واحدة صاحبتي مُخرجة اسمها نُهى عادل، مُخرجة عظيمة، الست دي بدأت كاريرها متأخر جدًا، بس هي مُخرجة ليها ذوق ورؤية كده معيّنة ووجهة نظر وإحساس معيّن، هي مختلفة عن أي مُخرجة أنا شُفتها موجودة في مصر، يعني أنا ما شُفتش حد زيّها الست دي. فهي قالت لي: "كوثر أنا عاوزاكِ تمثلي معايا." قُلت لها: "أنا ما بامثّلش، أنا ما عمري ما مثّلت ولا عمري فكّرت إزاي أبقى مهنة، ولمّا بافكّر أنا في الممثلين كمُخرجة باقعد أعمل interviews للممثلين وآخُد تفاصيل من حياتهم وأضفّرها في الشخصية وتفاصيل من حياة مش عارف مين وأضفّر في الشخصية." بافضل رايحة جاية كده اللي هو إيه، أعشّق الحاجات في بعض. ف فلمّا جيت بتقول لي: "لأ هتمثّلي وأنا هاعرف أطلّع منِّك وأنتِ هتطلّعي هتبقي ممثلة جامدة وأنتِ مش عارفة إيه وأنتِ إيه." قُلت لها: "أوكي يعني شكرًا لثقتِك فيّا، بس يعني مش عارفة إزاي أعمل ده، سيبي نَفْسِك وسيبي لي نَفْسِك." وتودّيني وتخرّجني مع ناس وتعرّفني على ناس وتعرّفني على ناس هامثّل معاهم وأصاحب ناس ومش عارفة إيه، وأتخانق معاها أقول لها: "نُهى أنا مش هامثّل، أقول لِك على حاجة سيبيني على جنب." فبعدين المهم في نُص الjourney كده وإحنا بنبدأ قالت لي: "باقول لِك إيه، ما تيجي بقى producer بالمرّة على الproject." لإن ما فيش producer وأنا باعمل كل حاجة لوحدي، ففجأة بقيت producer الفيلم.
فبدات فاند ريز، فبدات مش عارفه ايه، فبدات اعمل ايه، ففجاه لقيت نفسي ايه ده، انت بروديوسر فيلم طويل. اتجه الفنان الفيلم وانا مش فاهمه، انا دوري اصلا كنت بادئه ممثله على الفيلم ده وانا مش عاوزه امثل. هي فضلت، هي نهى عندها اسلوب كده، بتفضل ورا الحاجه اللي هي عاوزاها. انا بقول لها انت اكتر مخرجه قابلت، انا اشتغلت مع مخرجين كتير قوي كمساعده مخرج بالذات، لكن اكتر مخرجه الهمتني في حياتي على الاصرار هي نهى. ما بتكلش ولا بتمل، عندها طاقة اللي هي عاوزاه، بتعرف. وهي كمان يعني هي ما عندهاش الاكسبيرينس، السنين من الاكسبيرينس في الصناعة اللي ده، وبرغم من براءتها وقد ايه هي سبونتينيوس، هي انا بشوفها ملهمة بشكل عظيم. انا يعني انا بقول لها انا نفسي اكون ربعك تمنك اي حاجة في الطاقة اللي عندك. يعني مش عاوزة اقول لك انا قد ايه بنبسط كمان انه دايما في الصناعة تحس انه ايه ده، لا ده المفروض مين يزعل من مين او مين يبقى خايف لمين. انا نفسي نهى تبقى اجمد مخرجة في مصر، وانا مخرجة بس بجد، لاني انا بحب شخصيتها، هي بتركيبتها، بقد ايه احنا ما هو اكيد في اي شغل بتبقى مبسوط وزعلان من حاجات من شخص، يعني بالحاجات اللي بتزعلني فيها بكل حاجة. انا هي كده على بعضها، انا بقول يعني مفيش زيها. وهي يعني مش صغيرة، مش لسه بادئة، مش مثلا عندها 20 سنة، لا هي كبيرة، قررتها تبدأ وبتشتغل ومدية الشغل حقه. فأنا نفسي أبقى كده، نفسي أبقى رامية نفسي في الحاجات كده زيها. بس يعني بحاول قد ما يعني بقول لها انت بتخليني أغير منك فأكون عاوزة أبقى زيك، يعني عندك طاقة كده، يعني أنا بشوفها بصراحة عظيمة. ده موتيفيشن، لانه زي ما انت قلتي انت اللي بيدرايف يو التشالنجز، ان انت بتحبي تبقي تشالنجد. أيوة. فبالنسبه لك ان في بنش مارك بس اوكي شيز doing amazing، فانا عايزه ايه ده، انا عايزه ابقى كده واحسن، وكل ما هي بتبقى احسن كل ما انا عايزه ابقى احسن. ف this is kind of how it works for you. ايوه، والبنش مارك بقول لك انا اشتغلت مع تقريبا 3/4 المخرجين اللي في البلد، واجانب ومصريين وكل. انا عمري ما حسيت نفسي اني عاوزه اكون زي حد غير نهى. واو. ويعني دايما الناس تقول لك انت مين مخرجك مثلك الاعلى، طبعا اكيد بنحب استاذ محمد خان وهنري بركات ومش عارفه ايه وبتاع الكلام ده، بس انا بجد انا نفسي ابقى عندي الطاقه بتاعت نهى دي، اللي ايه، مش هقعد غير لما اعمل اللي انا عاوزاه بالملي. عارف حاجه كده very وهي فنانه وعندها مشاعر واحساس بشكل، يعني ربنا يحميها يا رب يا رب يا رب. مش عارفه فين الخشب، مش بس يعني اهو touch wood. بس ما اهو خشب، في أصل خشب مش هنا خشب اكيد قوي صح. بس جوه. طب انا يعني انا سامع ما شاء الله ما شاء الله تاتش وود برضو سكسس اكيد كان في بوينت او بوينتس فيها فيلير كتير. ده انا والفيلير دي انا اقعد كده اهو جنب بعض على نفس الدكه. عايزين اللي هو متبروز ده اللي هو علم اكبر درس ممكن تشاركيه معنا. ده انا بشاركك معاه بس ارجوك. عاوز اقول لك على حاجه كده، هي اتس كود مش بتاعتي، بس انا من اكتر المؤمنين بالكود ده، ان دايما try and fail but don't fail to try. انا ده كده موتو في حياتي، حتى لما الدنيا بحس اني خلاص انا مش قادره، انا عاوزه انتحر، بقعد اقول بس اكيد في محاوله اخيره بعد الانتحار. قومي انتحري، اعملي كل حاجه وزعلي الناس كلها، بس في محاوله اخيره. الفيلينج بوينتس في حياتي، وانا I don't call it it's a failure phase of my life، بس لاني ببقى متعلمه منها، انا بحسها it's more of experience. فمش ببص على الحاجات اللي انا بعطل فيها في حياتي، او ان انا مش عارفه ابقى ناجحه زي ما الناس كلها شايفاني ناجحه ومش عارف ايه، على انه كده، بس هي كلها مشاكل بيني وبين نفسي. يعني اقدر اقول كده، لما عملت A Present from the Past كان عندي 20 سنه وقتها، كانت كل الناس عماله تقول لي انت لازم تخرجي، انت لازم تسيبك من مساعد مخرج ده واخرجي فيلم طويل ومش عارفه ايه. بس انا كنت جوايا خايفه، كنت حاسه انا عندي 20 سنه اخرج ايه، انا اصلا نجاح الفيلم ده يخليني اعطل 10 سنين قدام، مش يخليني ابقى عارفه اكمل. لانه النجاح في سن الصغير هو مش مفيد قوي، ان الواحد يعمل اول حاجه فاشله واللي بعدها انجح شويه واللي بعدها انجح شويه لغايه ما يوصل للنجاح. اريح كتير على طبيعه مخ الانسان من ان الواحد يبدا بيعمل حاجه ناجحه. اللي بيبدا بيعمل حاجه ناجحه ده بيبقى خايف طول الوقت، الناس بصالي ليه انا كده، لو فشلت في اللي جاي الناس هتقول عليا فاشل. ومع السن الصغير الواحد بيبقى لسه مش عنده خبره ازاي يتعامل مع النجاح والفشل. فانا اخدت حبه حلوين بقى في ده، وبعدين لما اني بدات بفيلم طويل وبعدين حاولت اعمل فيلم قصير،
لأ اتعكيت طبعًا، اتعكيت وأنا باعمل about separation ولو إنه من أكتر الأفلام اللي أنا باحبها، ومن أكتر الأفلام اللي علّمتني يعني إيه تمثيل about separation. اتعلّمت إن أنا ما كنتش عارفة إزاي أحكي فيلم قصير، أنا ما كنتش عارفة، ما اتعلّمتش إزاي أحكي فيلم قصير، يعني أقصد اتعلّمت نظري بس ما جرّبتش عملي، فكنت باجرّب في ده عملي. وأنا كانت الحدوتة اللي عاوزة أحكيها هي حدوتة كبيرة، فإني أshrink it into فيلم قصير ده كان lesson learned، وكنت مركّزة أوي في الفيلم ده إني أفهم دماغ الممثلين، لإن ده ما كانش documentary وأنا عاوزة أوكي. أبدأ بقى أعمل حاجات fiction وكده، فعاوزة أفهم هُم الممثلين دول يعني أنواعهم المختلفة عاملة إزاي. كان معايا سارة عبد الرحمن وهرمينة فتويل من المَجر، وكل واحدة فيهم بصراحة أنا اتعلمت منها أقدر أقول من هنا للسنة الجاية، لإنه كل واحدة ليها طريقتها، وأنا كنت باكتشف معاهم هي إيه الطريقة، وبافهم إيه التكنيك اللي بيستخدموه كل حد فيهم بيستخدمه وهو بيشتغل يعني. فمن هنا اتعلمت حاجات كتيرة وخلّتني آخد كده وقفة إني أفكّر كذا مرّة قبل ما أخرج، يعني أنا كان بييجي لي projects أخرجها بعد A Present from the Past، إعلانات حاجات صغيّرة كده، كنت دايمًا باحس إنه لأ، أنا مش جاهزة دلوقتي أعمل إعلانات، حتى لو الإعلانات تبدو حاجة أصغر medium مختلف بتاع، أنا مش جاهزة it's still a medium I need to be ready to enter this medium properly as a director يعني. فبعدين وقت about separation اتعلمت حاجات كتيرة أوي، وكانت فرملة كده اللي هو طب فكّري كويس بقى إيه مشروعِك الجاي، كان وقتها اللي هو طيب هو صاحبتي اللي هو الفيلم اللي فجأة راح فينيس ما فهمناش إزاي وكده واتعلمت برضه منه حاجات كتيرة أوي، واتعلمت إزاي برضه أفصل نفسي، بس نفسي غصبٍ عني بتبقى في الفيلم في الآخر، والله أنا باحاول قد ما أقدر أفصل نفسي، بس بالاقيها ظهرت، عارف أهو قضاء وقدر هنعمل إيه يعني. وبعدين بعدها لمّا جيت عملت مقسوم ومقسوم نزل في السينمات، أنا كنت يعني الفيلم ده كان تجربة تقيلة أوي عليّا، لإنه تقيلة بس طيبة برضه، بس لإنه أول فيلم ومعايا 3 نجمات كبار، باتعامل مع producers ماسكين السوق تقريبًا، هم أشطر ناس في السوق، فأنا كده باتحسس مسدسي، أنا أحب أمسك الكاميرا وأشتغل لوحدي بطولي وبابقى تمام جدًا، الناس الكتيرة لمّا بتخش في القرارات الكتيرة ما ده project فاهم؟ management بقى اللي كنا بنتكلم عليه من شوية، أيوه صح؟ بالضبط، فاللي هو إيه الموضوع إيه ده ولو إني كمساعدة مُخرج أساس شغلي بيبقى إني to manage the set I'm on، Yes. لكن to manage a whole project كمُخرجة وأنا عندي background production وbackground مش عارفة إيه، بس الbackground production ده لازم أوقّفه وأسكّته خالص وأنا شغّالة مع الناس، واللي هو بيبقى عندي وجهة نظر في حاجات كتيرة أوي بس هيزعلوا، أصل هاقولها وخلاص، لازم أسكت، مش هينفع، بتاع. فلمّا الفيلم ده خلص بكل الرحلة، بالprocess، بالحاجات اللي اتعلمتها، بكل الحاجات، كان دخلت في phase كده اللي هو what is it to know if this film is successful or not، ودي الphase دي باخش فيها تقريبًا بعد كل project، فبافضل أجمّع هم إيه العناصر اللي بتحدد لي الsuccess، يعني جزء منها أنا، جزء منها الaudience، جزء منها مش عارفة إيه، فلمّا مقسوم نزل في وقت كان نزل مش في يعني ما مش في كانش season واضح actually كان season واضح بس كان قدّامه حاجات تانية كتيرة، أوكي. يعني هي في الآخر دي حسبة توزيعية إنتاجية أنا ما ليش دعوة بيها، ومش أنا اللي خدت قراراتها، ناس تانية اللي أخدت قراراتها، لكن إني أقيّم التجربة على بعضها وأحس إني متأثّرة كده غصب عني بعد ما كنت حاسة إنه الفيلم ده هيتشاف كويس وهيقعد وهيعمل، وفجأة أحس إنه إيه ده ما قعدش كتير في السينمات، إيه ده إيه اللي حصل، ليه، بتاع، وكل واحد يعني أقصد مش أسبابي أنا، دي أسباب توزيعية وإنتاجية، وأكيد جزء منها برضه عندي أنا إنه له علاقة ب ب ب ب بالفيلم نفسه، الله أعلم، بس إزاي تتعلم إنك تحمي نفسك within this process of تقييم الجمهور للعمل. لإنها مش حاجة سهلة، وهي دي الحتّة اللي الواحد بيحس فيها هو أنا فشلت والّا نجحت؟ طب وليه الواحد بيبقى يسمي ده فشل ويسمي ده نجاح؟ بس أنا باشوف إن طول الوقت في الآخر بيني وبين نفسي أنا باسميه نجاح، بس باشوفه فشل لحاجات تانية، يعني أوكي. فشل لعناصر تانية غيري، فاهم؟ فاهم قصدك. أنا جزء منها أكيد لإن أنا راكبة نفس المركب، لكن لمّا مثلًا عملت about separation وحسيت إنه فشل،
هو ما فشلش، هو انا في وجهة نظري هو لسه ناجح، مقسوم في وجهة نظري هو لسه ناجح. فاهم قصدك. بس لاني زي ما قلت لك كده في بداية الحلقة، انا دايما ببص على وجهات النظر مختلفة، كل واحد شايف الحاجات من انهي منظور. فمن المنظور اللي الناس شايفين انه كده فشل، مم. بحس انه I'm struggling, how am I getting myself mentally and emotionally out of this. فبعد ما عملت مقسوم رجعت اشتغل شوية بروديوسر اعلانات، وانا بحب شغلانة البروديوسر قوي، انا بحبها. انا بستمتع ب how to arrange logistics كده and make sense out of it for a project. فرجعت اشتغل، وكل الناس بعدوا يقولوا لي انت ليه بترجعي تشتغلي بروديوسر اعلانات مش عارف ايه بلا بلا. فقعدت نفسيا كده برضو، كانت فيس دارك كده شويه عندي، انه انا بحاول افهم، بس انا مبسوطه باللي انا بعمله، بس الناس في نفس الوقت بتبص لي بصات وبتتعامل من منطق part of it is in my head only, part of it is also outside. فهي ان الواحد يبقى بيعمل الشيء وبيقيم طول ما هو ماشي، بيعمل ويقيم يعمل ويقيم، بتهد الانسان. بتيجي في وقت كده تقول خلاص سيبوني اتهد، سيبوني يا جماعه احس بان ده وحش لاخره، انا خلاص انا البريشر ده مرتاح. ان انت لازم طول الوقت تبقي عظيمه وسكسسفul و لا في بعض الاحيان عايز اقع، عايز ابقى بالظبط، مش سيبوني اقع شويه، انا وعاوزه اكمل كبروديوسر شويه وخلاص انا مرتاحه ما كده. حدش ما تبصوش ليه بالنسبه لكم يبقى بروديوسر ده حاجه معناها ان انا فشلت؟ لا، ما هي دي حاجه ودي حاجه تانية، وده بستمتع بيه وده بستمتع بيه. وان فاكت انا بشوف ان خبرتي في البرودكشن فايداني جدا كمخرجه. يعني انا في ناس بتبقى بالنسبه لها لا انا مش عاوزه افهم تنفيذ قوي، مخرجين كتار يبقى بالنسبه لهم احسن لهم كده يفضلوا عايشين في العالم بتاعهم والايماجينيشن بتاعهم عشان يشطحوا بخيالهم ويطلعوا حاجات جديدة. وانا لا، بحب ان يبقى في جزء واقعي، ابقى I'm touching the ground كده، I'm grounded to something. يعني احساس الجراوندنس ده لاي فنان ايا كان بيشتغل في ايه، اي نوع الفن، هو احساس مهم قوي، واحساس هو بيفقده طول ما هو بيبقى في مرحلة صناعة الفن. بيبقى لازم يبقى يسيب نفسه يطير كده شوية، يخف شوية من على الأرض، فاهم؟ يعني بقى من واحنا صغيرين على ما نوصل نحضر نفسنا بكل النصايح يعني والله مش تطبيل خالص، دي نصايح من العيار الثقيل اللي الواحد مش بياخدها الا ما بيقع الوقعه دي. ف what I would advise اللي بيسمعوا الابيسود دي فعلا يركزوا فيها وياخدوا نوتس، هي الوقعات، هي مش فكره السكسس. لان الوقعات كتيره قوي، الوقعات كتيره قوي ومشاكلها كتيره قوي، وفي الواقع ما بتبانش للناس، هي بتبقى نفسيا. يعني انا بشوف ان الوقت اللي انا واقعه فيه اكتر كتير من الوقت اللي ابان ان انا ناجحه فيه للناس، بس هي الناس ما بتعرفش عنه حاجه. هي بتبقى انت بينك وبين نفسك وبين 2 3 حواليك، او لو انت محظوظ في حد قريب منك في حياتك فاهم او حاسس انت بتمر بايه. ومفيش حد ما يقعش الا الشاطر. ما هي كده، ما يقعش الا الشاطر. والوقعات حلوه، الوقعات هي اللي بتخليك تطور من نفسك. لو انت ما وقعتش مش هتلاقي تشالنج، او لو هي مش لازم نقول ان الوقعه دي حاجه وحشه، لا هي انت بتخس شويه كده في حاجه، لو ما حصلتلكش مش هتعرف تطور من نفسك. try to fail don't fail to try. بالظبط. ممكن نعمل ابيسود جديده بقى عن الفيليرز، انا بتكلم بجد والله. ارجوك. طيب ده انا هحكي لك بقى بلاوي ما حدش يعرفها. خلاص احنا عشان طبعا احكي لك لما بخش الحمام واقعد اعيط اونسات، لكن ما اعيطش اونسات، فاهم كده؟ هو اللي هو لا ما بنعيطش اونسات، احنا قدام الناس جامدين، بس بالليل قبل ما بننام نعيط. الشويه اللي انا بستخبى وانا بعملهم دول موجودين عندنا كلنا، جامدين كلهم. بالظبط. خلاص بجد ثانك يو سو ماتش على يعني بصي المظات يا رب تكون consider being on screen من وجهه نظر الليمان العادي اللي ماشي في الشارع. انا مش تاني ان شاء الله، غير لو نوها هي اللي غصبتني. خالص والله. وان شاء الله نعمل حلقه تانية من الشرط تكون في سينك يا رب قبل كده عن الفشل، بس سموا بودكاست ليه علاقه بالفشل، وهاتوا كل حد يتكلم عن الفشل بس. والله دي هتبقى اقوى بودكاست. يلا نعملها والله العظيم. اول حلقه اول حلقه يلا اتفقنا. يلا انا اللي جبت الفكره اهو. فكرتك. Thank you very much. Thank you very much. حقيقي انبسطت قوي بوجودي معاك النهارده، ويا رب اكون كنت خفيف عليكم. You were amazing. Thank you.